بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السيد الحاكم، السيد ممثل الجمعية الوطنية الإسلامية لمساعدة الأيتام والمعاقين، السيد مدير المدرسة، ممثلة آباء التلاميذ، مسؤول الشؤون الاجتماعية بلدية دار النعيم، السادة الحضور أيها السادة والسيدات. يسعدني اليوم أن أحضر معكم في مدرسة بوياقي لتقديم كمية من الزي المدرسي الموحد مساهمة في إنجاح المدرسة الجمهورية وتجسيدا لتوجيهات حكومة معالي الوزير الأول والسياسة العامة التي تنتهجها الحكومة لتحقيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني وتعهداته بخصوص النهوض بالتعليم وتطويره وإرساء دعائم المدرسة الجمهورية. أيها السادة والسيدات، تتشرف بلدية دار النعيم بتوزيع 521 من الزي المدرسي الموحد و210 محفظة مدرسية مقدمة من طرف الجمعية الوطنية لمساعدة اليتامى والمعاقين من خلال الهلال الأحمر الإماراتي. وتعتبر هذه المساعدة مهمة في إطار تعميم الزي المدرسي الموحد لعام 2022-2023. هذا الزي المدرسي الذي يذيب الفروق بين التلاميذ ويساعد في تقوية اللحمة الاجتماعية وتسهيل التحصيل المعرفي. أيها الجمع الكريم، لا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أشكر الجمعية الوطنية لمساعدة اليتامى والمعاقين ذات التدخلات الفريدة على مستوى بلدية دار النعيم، والتي تمثلت في بناء أربعة أقسام في هذه المدرسة و6 أقسام في مدرسة الأماني، ومسجد ومحضرة في دار السلام، ومسجد في كليدة، وتقسيم لحوم الأضاحي على الساكنة. كما أشكر الهلال الأحمر الإماراتي ومن خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة على دورها الكبير وإسهاماتها المشهودة على مستوى بلديتنا، دون أن أفوت هذه الفرصة بالشكر والتقدير للسلطات الإدارية والأمنية على تعاونها التام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.